سمعنا كتير عن مدينة البتراء في الأردن وقد إيه هي تحفة معمارية وحاجة كده زي ما تكون ما تصنعتش بأيادي بشرية، وده اللي خلى اليونسكو توصفها بإنها واحدة من أغلى ممتلكات التراث الثقافي في العالم، وكمان اتضافت للائحة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1985 بسبب الطراز المعماري الفريد بتاعها، وكمان عشان المكانة التاريخية الخاصة بيها. وبسبب كل اللي فات بيتم إعلان مدينة البتراء في يوم 7 يوليو سنة 2007 واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة من طرف مؤسسة عجائب الدنيا السبع. في سنة 312 قبل الميلاد سكن الأنباط مدينة البتراء وحولوها لعاصمة الحضارة النبطية، وكانت مركز رئيسي بتعدي منه القوافل اللي بتنقل البخور والحرير والتوابل بين مصر وسوريا وشبه الجزيرة العربية. والأنباط أو النبط هم من ضمن القبائل العربية القديمة اللي كانوا موجودين في شمال شبه الجزيرة العربية في القرن الرابع قبل الميلاد. اتميزت المدينة دي بقى بهندسة معمارية ملهاش مثيل في معابدها ومقابرها وحتى السدود والأنفاق كمان، وده بكل بساطة لأن العرب الأنباط نحتوها في الصخور من حوالي 2000 سنة. بالنسبة لمكانها الحالي فهو في دولة الأردن على بعد 240 كيلومتر جنوب عمان و120 كيلومتر من خليج العقبة، وده كان موقع مميز جدا زمان في طريق القوافل والتجارة. أهم الآثار اللي ميزت مدينة البتراء عن غيرها من المدن السيق، وده كان الطريق اللي بيودي للبتراء، وكان عبارة عن طريق صخري واخد شكل قريب للزجزاج كده، اتعمل بفعل الطبيعة وفي أجزاء منه اتنحتت بإيد البشر، وده كان الطريق الرئيسي للمدينة. في كمان الخزنة، ودي واحدة من أهم آثار مدينة البتراء وأول معلم بيقابل الزائر بعد الدخول من السيق، وهي عبارة عن مبنى بدورين منحوت من الصخر. وهنلاقي بعد الخزنة المسرح النبطي، وده مسرح واخد شكل أكبر من نص دايرة منحوت في الصخر وبيتكون من 45 صف وبيتسع ل 4000 متفرج، اتنحتت تقريبا في القرن الأول الميلادي. وغير المسرح في كمان الدير، وده شبه الخزنة شوية في الشكل لكن أكبر منها بكتير في الحجم لأنه أكبر منحوتة في المدينة كلها، وطبعا باين من اسمه أنه اتنحت عشان يبقى مكان لتكريم وعبادة الملوك، وبعد كده بقى مكان للرهبان. وأخيرا السد، وده بناه الأنباط عشان يحمي المدينة من الفيضانات، وتعاد بناه مرة تانية بعد ما تهد على نفس الطريقة بتاعت الأنباط سنة 1964 ميلادية، إلى جانب معالم تانية كتير جدا زي باب السيق والمسلات ومدفن الحرير ومعبد الأسود وغيرهم من الآثار اللي خلت البتراء باختصار هي مدينة السحر والجمال، وكمان خلتها من أهم مصادر الدخل السياحية في الأردن.